أضافوا 9000 ريال سعودي على المغتربين إذا تم إلغائها، فيشكر محمد بن سلمان بغض النظر عن أي خلاف. ألزم المغتربين بدفع 9000 ريال سعودي، والقرار كان ظالم لكن الحمد لله أنا سمعت خبر ووصلني خبر خاص لم يعمل بهذا القرار الحمد لله. يا ولي العهد يا محمد بن سلمان، أنا سمعت لك مقابلة وأنت متألم إن يعني أقل السعودي إنه يعني المتوسط الدخل 5000 ريال سعودي وأنت متألم. إحنا ولا 100 ريال سعودي، الوالد مدير عام 100 ريال سعودي ما يلاقيها في الشهر. ما هوش هذا ظلم؟ الآن بكلمة منك إلى مجلس الأمن أو إلى ترامب ارفع الحصار خلاص. معانا ما يكفينا، الحقوق النفطية تبدأ تشتغل، الناس يبدأوا يشتغلوا، المرتبات تصرف. إلى متى؟ خلاص تعبنا. إلى متى؟ أتقولوا خلاص هذا تودد؟ شوفوا كيف الأنصار بيتوددوا. أنا ماليش محسوب على حد، اتقوا الله، افهموا يا ناس. أنا هذا الكلام من راسي، ممكن أرجع أحتبس، أتم الكلام وأرجع أحتبس على ذي الكلام. أنا ماليش محسوب على حد ولا على أي جماعة من حين خلقني الله، والله الشاهد وعلي لعنة الله ما أنا محسوب على أي جماعة، كلهم أنا أظن والله أعلم كلهم يكرهوني. لكن خلاص إلى متى؟ إلى متى؟ الأنصار أنا ما شاء الله عليهم متحملين لي وصابرين علي وعلى كلامي صابرين، ولا على الكلام الذي بنديه يشهد الله ما هذا الكلام بس يكفي، ولا يعلم الله أني ما أخرج من هنا ومن البيت إلا طريق الأمن والمخابرات. ما لو أنا محسوب على الأنصار إني أنا 20,000 دور ما أقدر أنيش متعلم السلاح، والله ما أقدر أنا متعلم للسلاح. الأنصار كلهم متعلمين. أنا بالنسبة لي منبوذ، حتى في التعليقات منبوذ بس بين أتكلم وبين أترجى رجاء اعملوا حل هذا الشعب، اعملوا حل هذا الشعب، والله تعبنا. يا محمد بن سلمان اعفي المغتربين من أي غرامات سابقة ومن سنتين مستقبلية، أفيهم والله أن الشعب طيب. أسألك بالله يا محمد بن سلمان وأسألك بالذي خلقك، اعفي المغتربين، اعفيهم من أي غرامات ماضية وأي حتى رسوم مستقبلية، اعفيهم حتى أقل شيء سنتين، اعفيهم. الشعب هذا اليمني والله يفرح حتى من الكلمة الطيبة، دي كلمة طيبة يفرح. يلا قد احنا بندور أي حاجة نفرح بها، والشعب اليمني والشهادة الله يجتمعوا يتوحدوا من يكون سبب في هذا الشيء؟ من يكون سبب في وحدة أهل اليمن ورفع معاناة أهل اليمن؟ اتنافسوا يا قيادة الدولة، اتنافس حتى أنت يا محمد بن سلمان، تنافس على هذا الشيء الذي يكون سبب في وحدة أهل اليمن ورفع الحصار والظلم الذي احنا فيه. سامحها الله دنيا وآخرة، سامحها الله بالنسبة لي أنا وبالنسبة لأي شخص الشيء سامح، هذا شيء خاص، المسامحة شيء خاص ما هو شيء عام. وسلامتكم.